يعني حيت الامور الايجابيه والامور السلبيه اللي بغيت تهضر عليها. كل واحد غيبان له ايجابيات في واحد اللعاب دار شي حاجه، السلبيات في واحد اللعاب ما دار شي حاجه. خلينا نهضروا على المردود العام. المردود العام ما كانش مقنع. انا بغيت نرجع للتشكيله باش الناس ملي يدير واحد القراءه يدير قراءه ويحاول يفهم يعني المدرب شنو بغى واش نجح ولا ما نجح، هذا موضوع اخر. الى المدرب ما نجحش اليوم في المقابله هذه مساله واضحه، ولكني على الاقل نعرفوا فين مشى التفكير ديالو. لما غيدير واحد التشكيله خصو يعرف، خصنا نقراو شنو غيدير. لما في البدايه هضرت قلت بانه رحيمي توظف كمهاجم اوسط. علاش؟ واش تظن من عندك جوج ديال المهاجمين اللي هما النصيري والكعبي، لاول مره غتجلسهم جوج تقول انا رحيمي بغيت يكون كقلب هجوم. علاش؟ سي سعيد انا فهمت بان المدرب يعني عليه ضغط كبير. خلي ما هذا الشيء اللي فهمت. اما المنطقي خص يكون كعبي او نصيري. انا الفهم ديالي فهم اخر، ما لا ضغط لا والو. تيقول ودي هذا رحيمي من بعد ما دخلته كان مزيان، دار ياك شحال من الكره جاب كان مزيان، ضرب كره وكان مزيان وتيتحرك ودخلته قلب هجوم كان مزيان. الكعبي والنصيري ماشي في احسن الاحوال ديالهم، تيضيعوا بزاف وما عليهم شي واحد الاجماع في هذا الوقت هذا. علاش ما جربوش رحيمي؟ كان يقول له رحيمي يلعب في بلاصتو، تيقولوا بدي رحيمي يلعب بلاصه بن صغير، وبن صغير خلى واحد صدى طيب. ياك عنده كاين ولا ما كاينه شيء؟ واش نقول شي حاجه اللي خارجه على الطريق؟ بن صغير باين بانه في ذاك المكان فين تيلعب رحيمي، ياك هادشي اللي كاين. ما عدا الا كيقول لك خصو يجلس زياش صعيب يجلسو لانه زياش وعميد الفريق، وصعيب انك في السلام عليكم عندي المقابله الاولى تدريب زياش جلس امر بتجلس. هذا بحال شي واحد قلتي غادي نشتت هذا الفريق، غنجيب كل شيء جديد، حيت صعيب. حتى الا بغيت دير تغيير تديرو بتدرج، حاجه بحاجه، ماشي السلام عليكم كل شيء غيمشي بحالته. زياش ما غيقيسوش شي حيت هو عميد الفريق وتيلعب، وكيف ما كان الحال يبقى زياش عنده المكانه ديالو. الا كان المردود ديالو ناقص راه ما تيعنيش بانه كان خاصك ما تلعبوش من الاول. الان حتى الا جلسوا النوبه الجايه يقول لك اودي راه الناس مقتنعين بانه راه ما كاين شيء، ولكن حنايا تجلس زياش ما تلعبوا شيء، حتى شي واحد ما يوقف مع المدرب يقول لا انا حنا متفقين معك ما يلعبش زياش ما يلعبش، ما يمكنش، متفقين. اذا زياش حنا بليصو هي كاينه موجوده. بن صغير بعد ما دخلنا هذا المقابله مزيانه بشهاده الجميع. بن صغير الا قبضتي من صغير وحيدتيه ولعبتي بلاصتو ورحيمي كان مزيان، ولا عندك مشكل اش ندخل رحيمي ولا بن صغير؟ قالوا دينا هذا رحيمي مزيان، علاش ما نربحوش انا كمهاجم اوسط وانا دخلت من صغير ودخلت رحيمي وربحت خط هجوم، وداك الانتقادات ديال الكعبي انا ربحتها، انا غنكون رابح. اذا الدخول ديال رحيمي كقلب هجوم ماشي من اجل افشاله، ولا قالوا دي ممكن نربح معاه. فين كاين المشكل؟ حنا دابا المشكل في هذه المقابله هو انه رحيمي كيلعب في وسط ثلاثه ديال المدافعين ما تيتحركوش، ما عنده فين يدوز. يعني كون كان رحيمي قلب هجوم في شي مقابله اخرى واخا تلعبوا ضد بايرن ميونخ، ولكن غيكونوا هاجمين، غيكون واحد مع واحد ولا واحد مع جوج، غيكون عندهم المساحات فين تيهرب. دابا هو غير تشد الكره تتلاحوا عليه ثلاثه وما تاش بين المرتين يلعبوا بالدفاع قوي. طيب سيدي، المشكل ماشي هو انه الا كان رحيمي في وسط ثلاثه ديال المدافعين والدفاع فيه خمسه ديال الناس وكاين رحيمي، الا زدنا جوج ديال اللاعبين راه تحل المشكل، تيجي تعقد المشكل. في بلاصه 10 درجين تيوليو 20. يعني الكره ما تبقاش تحرك في وسط، يعني راه بعد دوبه تنكونوا حتى ديال المهاجمين داخل منطقه الجزاء، تتشد الكره كاين ما عندكش لما تعطيها كي غدير ليها واحد لاصق في الاخر. يعني الكره ما مفرجاش ما انا رحيمي شي لعبوا مقلب هجوم في مقابلات كبيره الفرق اللي يجمو ممكن يكون افضل ويكون مزيان. علاش؟ لانه تيدير لي زابيل دوبال. دابا حنا لي زابيل دوبال ما كانوا شي، حيت ما عندك كدير لي زابيل دوبال وانت عندك الريدو الاول فيه 5 والريدو الثاني فيه 4. هذيك الكره ملي غدوزها لي زابيل دوبال لما تيكون المهاجم عنده جوج ديال المدافعين وتيكون الفريق الاخر المدافع تيطلع وتبقى المساحات تعطيه كما دار في المقابله ديال انغولا. داك التسربات اللي كانوا في الجهه اليسرى علاش ما كانوش اليوم؟ حيت الموريتانيا ما تيخرجوش، جالسين مستفين تماك واحد المره وحده اللي خداها في اليسار دار خطر على موريتانيا. ايوا هادشي اللي كاين. اذا العمليه نقولوا لها بانه لا كان خصو يلعب في بلاصتو، كان يلعب بلاصتو، كان ما خصوش يدخل بن صغير، ولا ما دخلش بن صغير ولا بن صغير ما يدخلش. واش هذاك اللاعب تجلسو خاص هو علاش كان تيقلب؟ هو كان تيقلب على يعني يلعبهم بيناتهم باش يحاول يقلب على الانسجام ما بين
ما بين اللاعبين. هادشي علاش خلاه ما كان ما يلعبش عطله، ما يلعبش حكيمي، ما يلعبش اكر، ويدخل فرقه كامله جداد وخليهم يلعبوا ويلعب بن صغير مزيان نجلسوا، زياش مزيان نجلسوا، شكون اخر اكر مزيان نجلسوا، وندخل فرقه وندخل حكيمي في الجهه اليسريه ويلعبوا مزيان. وانا ما عرفتش الفرقه كيفاش تدور. يعني غتكون عندك فكره على اللعاب، فرق ما بين ناخذ فكره على اللعاب وما بين ناخذ فكره على فريق. مع كامل الاسف اليوم ما خدينا فكره على اللعاب ولا فريق ولا على فريق. واش يمكن يتقال؟ ما يمكنش نهضر على المقابله والمردود ديالها، لانه ما كانش شي حاجه اللي تعطينا واحد الصوره ماشي غنقول تطمئن، لانه التغييرات اللي دار كان باين بانها غادا باغا تخليش ناخذوا فكره على الفريق الوطني. علاش؟ لانه لاحظتي بانه في المقابله الاولى شنو قلت انا على المقابله الثانيه؟ قلت المقابله الثانيه ما خصوش فيها تغيير كثير. علاش؟ لانه نبحثوا على اقصى درجات الانسجام ما بين اللاعبين. الان لما تتغير وسط الميدان كامل تقريبا كامل، لانه حتى بالنسبه لابراهيم دياز راه لاعب جديد وان كان لاعب رسمي، ولكن غدير تشارلسون ودير العزوزي في وسط الميدان، اكيد بانه غادي يكون تاثير على المردود العام ديال الفريق. اضافه لانه يعني المرحله اللي لعب فيها رحيمي في الخط الامامي في الوسط وجا ذاك الهدف، قال ممكن انه الى حيت انا الكعبي وحيت النصيري ممكن انه نربح مهاجم اوسط، ولكن غتبقى دائما الامكانيه ديال رحيمي في الجهتين افضل من وسط الهجوم. وسط الهجوم يمكن تكون غير يعني اللي يسد واحد الفراغ طارئ، ماشي يكون رسمي. يعني دابا انا تنشوف يعني ندير القراءه في الفكر ديال المدرب لما تدخل رحيمي كانك تقلب على بديل للنصيري ولي الكعبي. هذا دخلتي رسمي دابا، راه ماشي دخلتيه يعني نقولوا بانه اللعاب تصاب واضطريتي انك تدخل ودخلتيه، بمعنى انه تتشوف فيه ممكن يكون بديل. نعم، راه هذه انا تنحاول نشوف الفكر ديالو، لان دخلتي كمهاجم اوسط، علما بانه هو كان يمكن يكون افضل في المكان ديالو الطبيعي. شادي رياض دخل شنو ماشي على نقولوا شنو استفدنا، تنقلب على المدرب شنو خدا من هذا المقابله. شادي رياض ما يخدم منه حتى شي حاجه، لانه الفريق ديال بريطانيا يدافع 90 دقيقه وما كانش عنده رغبه نهائيا يهاجم، وفريق جا ما باغيش يخسر. يعني في الثانيه الاولى حكم الحارس يضيع الوقت. اذا حنا كنا امام فريق اللي جاي ما لعبش مقابله وديه، باغي ما يخسرش مقابله مع المغرب. لاحظتي الاندفاع البدني حتى الخشونه الاندفاع كل شيء كان، ولكن احنا خصنا نتحملوا المسؤوليه، خصنا نبنيو العمليات. انا اللي لاحظت هو انه في بدايه المقابله عاده لما تيكون فريق متكتل في الدفاع تيكون عندك واحد الاسلوب تتلعب به، وهذاك الاسلوب تيتعاود حتى تنجح العمليه. لقيت بانه تنديروا كاننا كل لاعب تيقلب على حل ديالو بوحدو. دياس يبغي يراوغ، زياش يقول لا انا غندير التمريره الطويله، سميتو بن صغير تيحاول ندير واحد الانسداد من الجهه اليسرى. يعني لاحظت بانه كان كل لاعب تيقلب على واحد الطريقه، محاولات فرديه بوحدو. ما حسيتش بانه ولا كاين واحد العامل تذكر، لانه عاده في الفرق لما تكون منتخبات يعني وصلت واحد النضج تكون تلقى بانه ذاك العامل تتعاود. وفي الاعاده ديال هذه المحاولات هادو تيمكن ان واحد اللاعب انه يدير شي حركه ولا جوج اللي تعاون ذاك النهج التكتيكي باش لاعبين. بمعنى انه الا كنا تنقول بان نخرجوا الكره من وسط الميدان ونديوها للجهه اليمنى ونعاود نرجعوا حتى نلقى واحد الثغره، لعاب يدير واحد الاضافه من عنده مقبوله، ولكن ماشي مع البدايه غير تناخذ الكره كل لاعب تيدير اللي بغى. نعم، كل واحد يدير اللي بغى. اليوم انا بان لي زياد يبقى يقلب لا غندير واحد التمريره طويله للجهه اليسرى. نعم، متفقين؟ هاد العمليات تيخصهم يكونوا مدروسين، ماشي غير كل واحد يدير اللي بغى. يعني ما كانش هناك انسجام. يعني ما تنظنش بان المدرب كان تيقلب على الفريق النموذجي، يمكن كان تيقلب فقط على يشوف اللاعبين، لانه ما تنظنش بان هذه الفرقه اللي غادي تلعب خصوصا وسط الميدان. وبان بانه امرابط اللي حنا بزاف تينتقدوا امرابط، بان بان الوجود ديالو في وسط الميدان تيعطي واحد النوع من الطمانينه. لاحظتي بانه ريتشاردسون العزوزي كانوا لاعبين بحال شي حشمانين، ما تياخذوش الكره. شكون تيطلع بها؟ اكرد. داكشي اللي كان تيدير امر تيدير اكرد هو اللي تيطلع. والاخرين كان عندهم قضيه ديال انه عطيني الكره نسلمها للجهه اليمين الجهه اليسرى. ما حسيتش بانه راهم واقفين يعني صحيح انه امرابط المقابله الجايه ما غيلعبش لانه كان تطرد جنوب افريقيا. المدرب تيبحث على بدائل، ولكني لما تنكون تنقلب انا على مقابله على فريق
وايضا على الانسجام. كما لعب المقابله الاولى كيمكن نلعبوا على واحد الشوط وندخل معاه يا اما ريتشاردسون، خصوصا ريتشاردسون، ونشوف الى اي حد انه ممكن ريتشاردسون يعني غادي يلقى واحد السند بلا واحد لاعب مجرب. لان لقيت دابا ريتشاردسون مع العزوزي شكون اللي يتكل على الاخر؟ بجوج محتاجين اللي يعاونهم، وبالتالي ما لقيت شي واحد فيهم اللي راه غير من تغير بعد ما خرج ريتشاردسون يمكن العزوزي عاد لقى شويه ديال الراحه. على كل حال بزاف ما يتقال في هذه المقابله حنا غنرجعوا لها. النتيجه تيبان لي الاشكال فين كاين. الا لاحظتي بان دابا المقابله الاولى يمكن خلقنا فيها بعض الفرص خصوصا الضربات الراسيه. والهدف سجلوا الفريق على ضد برماه ما سجلنا شيء. هذه كانت مضايقه ديال رحيمي. المضايقه كيف ما كان الحل يسجلها هو المدافع دابا يعني ما قلنا شيء بانه رحيم ما دار والو. هذه المقابله هذه تنقلبوا على الفرص، راه ما كاينش الفرص، ما كاينش الفرص. في كاين دابا الاشكال ديالنا انه تنتحدثوا على النجاعه. المشكل ماشي قضيه نجاعه، صناعه الفرص. دابا خصنا الفرص. دابا الفرص ما تاحولناش. يعني لما لعاب تعطي تمريره بحال اللي مرر رحيمي ولا اللي مرها شي واحد في الجهه اليمنى وتصدوا لها المدافعين، هذيك تما المدافع تصدى لها. اللي صعيب هو انها توصل عندك وتضيعها ونقولوا ما كاينش النجاعه بحال اللي جات وحده للكعبين اللي جاتو على رجلو. اذا هذه العمليه ديال صناعه الفرص هي اللي ناقصانا، خصوصا لما تلعبوا مع فرق متكتله في الدفاع. يمكن دابا وليتي تبان لك بانه والله ما تلعب مع السنغال اللي غتلعب لعب مفتوح، ولا تلعب مع فرق اللي غدير لك. راهما كانوا لاعبين واحد الوقت 4-5-1 ولا واحد الوقت يديروا 5-4-1 لاعبين مدافعين. ولكن في هذه الحاله هذه المسؤوليه علينا حنا خصنا نخلقوا الفرص ديال التشكيل. ما عندنا ما نديروا يلعبين بطريقه دفاعيه، وهي اللي تنقول بانه حنا لو انه كانت عندنا واحد الطريقه لاعبين عليها. حيت انا تنشوف الفرق الكبرى اللي تنردهم بال تلقى بان الفريق عنده واحد الطريقه باش يلعب، ماشي تندير اليوم واحد العمليه في الجهه اليمنى نجحت ونتبدل في الجهه اليسرى، ما نجحش في الجهه اليسرى ونعاود نشوفوا الوسط. ما تنقلبوش. هذه هي اللي تتسمى العشوائيه، هي ان كل مره تقلب كيفاش تدوز. هذه العشوائيه. اما الا عرفتي طريقه باش تدوز الدفاع ديال الخصم قلتي ودير احسن طريقه هي هكا، غنديروا هكا وغنديروا هكا، هذا غيكون هيا تبقى تتعاود اصرار معلوم تتعاود، لان تقول بانه هذا هو الطريقه باش غادي نوصل. تيكون الاصرار كما تشوف عندنا الفرق على المستوى الاوروبي هجموا في ذاك الربع ساعه الاخرانيه تلقى بانه العمليه تيتعاودوا. هذه راه بحال غتصنع شي حاجه، بحال واحد الماكينه دير واحد القالب غتصنع شي حاجه. المدرب تيقول لك واحد الطريقه باش تلعب غتتبعها. نعم غتفشل الاولى والثانيه والثالثه. دابا حنا شنديروا مره تمشي في الجهه اليمنى ما صدقات دوز الجهه اليسرى، لا عاود دخل الوسط. بهذا الشكل هكا صعيب لانه شنو اللي خصك الاصرار، والاصرار تيبين بانك فهمتي الخصم وها الطريقه اللي غادي توصلك للنتيجه. حنا ما كانش هادشي هذا. نعم. مره كره عاليه، مره لتحت، مره مشينا من اليمين، مره دياز بغى يقلب، مره اخو مشى ولا تيدير شي. يعني كل واحد يعني خلينا انه اللاعبين هما اللي يحلوا المشكل. نعم. وحلوا المشكل كل واحد شنو يعرف يدير يقضي الغرض. بهذا الشكل هكا صعيب انك علاش؟ لانه لما تنكونوا لاعبين واحد الخطه ما معنيتها انه الفرقه كامله عارفه انا بواحد الاسلوب. متفقين؟ اذا لاعبين بواحد الاسلوب كل شيء مهيئ نفس العمليه، غتبدا العمليه راه حنا كنا مشاركين فيها. لما تيكون كل واحد تيدير مبادره راسو انا ما عارفكش غدير، انت مشيتي قلبتي وكرشتي ولا عاود تمشي عاود نوبه اخرى شي حاجه اخرى. اذا ما كنا شيء بيناتنا مفاهمين، كل واحد تيدير شغالته. نعم. يمكن دير شي حاجه تعطيني كره وانا يمكن عاوتاني تبان لي نعطيها للجهه اليمنى، واحد تعطيها للجهه اليسرى. ما كانش غنزيد عاوتاني انه اللاعبين اللي هما تنقولوا حنا لي بيلي ديالنا باش نكونوا صريحين ما المستوى ديالو ناقص شويه. بس لا زياش لا حكيمي، ما كاينش لا حكيمي. يعني الا انت عندك الجوج اللي هما الطوب ديالك ناقصين ما كاينش شيء، واكيد بان المستوى يكون نازل. لانه هادو هما اللي مفروض فيهم انهم يكونوا حارسين على واحد البناء ديال هاد الايامات ناقصين. هادشي اللي الله ما عندنا ما نقولوا. ما مبلي شيء بانهم راه دايرين مباريات المستوى ديالهم ناقص. ماشي لاعبين غير صالحين باش ما نقول نفرقوا ما بين واحد المستوى ديالو ناقص ماشي بحال اللي كان مولف وما بين لاعب اللي ما صالح شيء. حنا ماشي كل ساعه لا هذا ما صح هذا لا، المستوى ديالهم هاد الايامات ناقص. يمكن في جوج ديال المقابلات خصوصا اليوم. نعم. اللي غيجيني او ايضا عاوتاني صعيب. شكون الفريق اللي غيلعب الان دابا؟ لعبنا المباراه اللي فاتت والمباراه هذه بالنسبه للتشكيله عندك 11 دابا ولا عندنا شك في وسط الدفاع. شكون اللي غيلعب اقرب؟ 11 كنت تيقن بانه الا قبتي حنا المغاربه كاملين نديروا 11 عمرنا ما غتلقى واحد متفق مع الاخر. لا دابا كاين واحد 6 ولا 7 هما اللي تقدر تتفق عليهم.
دابا كاين واحد 6 ولا 7 تقدر تتفق عليهم، نتفق عليهم غير حيت انه كاسماء. اما كمردود راه كاين اللي غيقول لك لا المردود المستوى ماشي هو هذاك، واش نبقاو حنا حيت واخا المستوى ديالو طايح غنلعبوه. ولهذا فها جوج ديال المباريات نتمنى ان المدرب يكون فاهم خير منا والقى بانه تيقول لا انا عندي تصور ديالي للفريق. كشف الناخب الوطني وليد ركراكي انه يرغب في ضم اللاعب الواحد نائل العناوي للمنتخب الوطني المغربي، مثل ما نجح في استقطاب ابراهيم دياز نجم ريال مدريد الاسباني والذي خاض اول معسكر له مع المنتخب المغربي. وتاسف وليد ركراكي لتماطل اللاعب نائل العناوي في انضمامه للمنتخب الوطني، مؤكدا ان هذا الاخير يتمتع بمهارة تقنية وبدنية تجعله محل اهتمام الطاقم التقني للأسود. وتبع الناخب الوطني نائل العناوي لاعب ممتاز، واللاعبون المهارة دائما ما يثيرون اهتمامي، إنه لاعب للمستقبل، إنه أحد خياراتنا المستقبلية. كنت أتمنى أن يكون متواجدا بيننا في نهائية كأس أفريقيا للأمم، لكنه طلب مهلة بداعي رغبته في انتزاع رسميته بفريقه. وأضاف الركراكي قبل فترة التوقف الدولي الحالي حاولت ضمه للمنتخب الوطني، غير أنه طالب بمزيد من الوقت لحسم قراره، وفي كثير من الأحيان يجب أن تتخذ الخيارات المناسبة. مشكل عدم تواجده معنا يجب أن يوجه للاعب وليس للطاقم التقني للأسود.